ازيكم يا اسطوره، عاملين ايه؟ هنكمل دلوقتي الجزء الرابع من حكايه مينج. مش هوصيكم بقى لايك جميل واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا. شفنا في نهايه الجزء اللي فات ان مينج دخل مكان خطير عشان يدور على علاج لابوه، لكنه بيتدبس في مغامره مع شيطانه، وخلصت الحلقه وهم قدام جدار ضخم جدا. وبنبدا مع الشيطانه اللي بتردد تعويذه على الجدار وبيختفي بشكل غريب جدا، وبيظهر قدامهم سلم حجري غامض. فبطلنا بيحس وقتها بالتردد، لكنه بيقرر يتابع الشيطانه رغم تحذيرها بقى ان المكان اللي هم على وشك دخوله معقد جدا، وان اي خطأ في اختيار الطريق هيخليهم محبوسين جوه للابد. لكن في مكان تاني بنشوف ان الشيطان لسه بيواجه حارس المقبره اصلا، والحوار بتاعهم بيكشف لنا ان الشيطان دوت كان في يوم من الايام من نفس عشيره الحارس، لكنه انضم لعشيره الشياطين وتخلى عن عشيرته الاصليه اصلا. فالحارس وقتها بيلوم الشيطان على اختياره وبيقول له انت ازاي تسيبنا وتروح لعشيره حقيره زي دي. فالشيطان بيقول له انه ما كانش عاوز يعيش حياته كلها كحارس مقبره، وبنستنتج من كلامه ان هو كان غرضه من الانضمام للعشيره ديت انه ينقذ اهله اصلا. لكن بنرجع وقتها لمينج والشيطان اللي مستمرين في المشي جوه ممرات معقده ومظلمه جدا. لكن بعد وقت طويل من المشي بنكتشف اخيرا هدف الشيطان الحقيقي، واللي بيكون عباره عن جوهره غامضه جدا بتلمع وسط المكان. فبطلنا بيتسائل وقتها عن سبب سعي الجميع للحصول على الجوهره ديت اصلا، لكن الشيطانه وقتها قربت من الجوهره بسرعه وبتحاول تاخدها، لكنها بتختفي فجاه من قدامها اصلا. وبنكتشف بقى ان الجوهره محاطه بتعويذ قويه بتنقل اي شخص يقرب منها لعالم تاني. وفجاه الشيطان بيظهر بقى في المكان وبيكون متفاجئ من وجود مينج قدامه، ومش بيكون عارف اصلا ازاي مجرد بشري وصل للمكان ده، وده لانه فضل مقفول لالاف السنين اصلا. بس مينج بيقدر وقتها يفك تعويذ الجوهره وياخدها اصلا، وبيقنع الشيطان ان هو اصلا الامبراطور الخالد نفسه. وبنعرف بقى ان الكل في المكان ده بيسعى للخلود، لكن بعد نجاح مينج في خداع الشيطان بيقنعه ان هو الامبراطور، الشيطان بيطمع بقى انه ياخد جسم مينج عشان يبقى خالد هو كمان. وبتبدا معركه بين مينج والشيطان نفسه، لكن فجاه بيظهر تنين ضخم جدا اتحول للشيطانه، واللي بقت اكتر قوه بفضل فك تعويذ الجوهره، وبيكون عندها القدره ان هي ترجع للعالم الحقيقي بالفعل. لكنها بتستغرب اكتر ان مينج قادر يواجه اتنين من الشياطين في وقت واحد. فتشو وقتها بتقول لمينج ان الشيطانه ديت من سلاله التنين، ودوت بيخليها اقوى بكتير من ما هم فاكرين. فبطن وقتها حس بالخوف من التحدي اللي قدامه ده. فتشو وقتها بتستخدم نفسة النظام عشان تساعد مينج ويجمع كل قوته، وبتطلب منه بقى يحاول يشتت الشياطين في وقت التحميل بتاع النظام ده. لكن في النهاية بنلاقي ان مينج استخدم الجوهرة اللي خدعها الشياطين مرة تانية، وبيقنعهم بقى ان قوته كلها جاية من الجوهرة بالفعل. لكن في الحقيقة الموضوع مش كده ابدا، والشياطين بيفهموا ان مينج مش الامبراطور الخالد ولا اي حاجة، والشيطان بيغضب منه جدا لما بيعرف الحقيقة، وبيكون بالفعل على وشك الهجوم عليه. لكن نفسة النظام مرة واحدة بتظهر وبتدي مينج قوة غير عادية ابدا، وباستخدام القوة دي بيقدر ياخد الجوهرة الحقيقية من تاني ويخرج من المكان. لكن فجأة المكان بيظهر فيه تشوهات كتير جدا، وبيبدأ ينهار بعدها، وبيسيب مينج الشيطان او الشيطان محاصرين جوه بالفعل. وبالشكل ده بيقدر يتغلب عليهم اخيرا. لكن بعد كل الاحداث ديت بتظهر نفسة النظام من تاني وتعلن ان مينج حصل على مزايا جديدة بالفعل، والتطور كان فتح مهارتين جداد، واحدة منهم قدرته على الاختفاء اصلا. لكن بيروح المشهد بعدها لباقي المتسابقين اللي بنعرف ان اغلبهم اتعرض لاصابات كبيرة، وبنعرف بقى ان اللي انقذهم من الوحش هو الحارس. فاللورد الشاب وقتها بيقول لمينج ان هو ارسل العشبة للدكتورة بالفعل، وممكن بقى يرجعوا للقصر لان ابوهم ممكن يكون فاق بالفعل. لكن فجأة بتظهر نجمة كبيرة قدامهم في السماء. فتشو بتقول ان دوت معناه ان الامبراطور الخالد الحقيقي وصل بالفعل المكان، وعملية النقل السماوي بتبدأ، وبتنزل من السماء بنت جميلة جدا اسمها القديسة. فبينحني قدامها رئيس العشيرة وحراسه كمان، وبتروح ناحية مينج بقى وبتشكره على اللي هو عمله، وبتقول له ان هو بقى مقاتل مميز. فبطلنا بيشكرها بقى وبعدها بتمشي من المكان. لكن المفاجأة اللي مش كويسة ابدا هي ان الشيطانة بتكون لسه ما ماتتش، وبتظهر المرة دي في البحر ومعاها جوهرة تشبه اللي مع مينج بالظبط، لكن بتتوعد ليه بالانتقام الشديد. لكن بعدها مينج بيكون في طريقه للقصر وبيكون معاه ورقة غريبة في ايديه، فبيسأله اللورد الشاب عنها. فبطلنا بيقول له ان هي ورقة الختم اللي جابها من تحت الانقاض، وبيعرفه بقى ان هي ليها تأثير سماوي قوي جدا. لكنه بيقول اي كلام اصلا عشان يخلي اللورد الشاب يشتريها، وبالفعل بياخدها منه. اما في مكان تاني بتكون ليه ماشية من القصر، ورغم طلبات مساعدينها بالرجوع بتكون عاوزة تتهرب من رؤية مينج اصلا. ولما بطلنا بيوصل للقصر بيلاقي ان والده فاق بالفعل، بس بطلنا وقتها بيسألهم عن الدكتورة ليه. فبيقولوا بقى ان واحدة من الخدم
الخدم قالت ان في مريض تاني محتاجها دلوقتي، لكن بيعرفوا ان هي قبل ما تمشي سابت له ازازه غريبه. لكن بنشوف ان الكل بيحتفل برجوع ابو مينج من الغيبوبه ديت، وبيعمل وليمه لكل اهل القريه. وفي الليل بنشوف مينج بيقول لنفسه ان جه الوقت اخيرا بقى اللي يدور فيه على الناس اللي قتلته. وفي اليوم اللي بعده ابو مينج بيكون اجتمع باللورد الشاب وامه بناء على طلب من مينج، لكن بطلنا بيكون لسه ما وصلش القصر، والكل بيكونوا بيتسالوا عن سبب اجتماعهم دوت اصلا. بس بعد ما بطلنا بيخش وبيكون معاه الراجل المربوط، والده بيستغرب ويقول له مين دوت وليه ربطه بالشكل ده اصلا. فبطلنا بيقول له وقتها ان هو دوت اللي حاول يقتله من الاول، وكان ناوي اصلا يستولى على كل ممتلكات العيله بالتعاون مع مراته ديت. فاللورد الشاب بيكون مصدوم وبيقول له انت بتتهم امي ان هي حاولت تقتلك؟ ايه الهبل ده يا عم؟ بس الاب وقتها بيكون مش مصدق اللي بيتقال، بس بطلنا بيأكد لهم ان عنده ادله تثبت كلامه ده. وفي اللحظه دي الاميره بتخش وبتكون مرعوبه جدا، وبتقول بصوت مرتعش ايه الكلام دوت يا عم، انا عمري في حياتي ما عملت اي حاجه تاذيك. وبنعرف ان الراجل اللي مربوط دوت هو اللي مسؤول عن كل تجاره العيله، وبيتكلم وقال وقتها ان الاميره هي اللي طلبت منه يقتل مينج، ووعدته بعدها ان هي هترفعه للقمه كمان. فالاب وقتها بيبص لمراته وبيقول لها بعصبيه تشرح كل الكلام ده. فالاميره وقتها بتترعش من الخوف وبتقول ان هي ما عملتش اي حاجه وان هي بريئه اصلا. بس اللورد الشاب وقتها بيركع قدام مينج وبيتوسل ليه عشان يسامح امه. لكن فجاه بقى الاميره بتطلع ازازه من فستانها فيها سم وبتشرب منها بالفعل وبيغمى عليها كمان. وبعد شويه وقت اللورد الشاب بيكون فاكر ان امه ماتت بالفعل، وبيكون قاعد يعيط عليها، لكن فجاه بتصحى من الاغماء ده، والكلام ده بيخليه مخضوض جدا وبيسالها ازاي هي عايشه اصلا. فهي بترد وتقول له هو انا ما قلتلكش قبل كده ان تمثيلك وحش وهيكشفهم اصلا؟ وبنعرف ان ابو مينج كان عارف ان هي مش ميته وان هي كانت بتمثل عليهم كل ده. وبنعرف بقى ان هدف المسؤول الحكومي ان هو يوقع العيله في بعض، ومينج كان عارف كل دوت، فخلاهم بقى يمثلوا عشان يعرف الهدف بتاعه. لكن المشهد بيروح عند مينج اللي بيؤمر الحراس ان هم يمسكوا المسؤول دوت كويس، لكن فجاه بيهرب منهم. وبعدها بنشوف بقى ان المسؤول بيروح لشخص مقنع، وبيبان كده انه متحالف معاه ضد عيله مينج، وبيقولوا ان هو ساب العيله ديت في حاله فوضى وكلهم بيتخانقوا مع بعض. بس في اللحظه ديت بنعرف ان الشخص المقنع دوت تابع لطائفه اسمها الشر السماوي، وهي اسم على مسمى الصراحه يا جدعان. وبنعرف بقى ان الطائفه ديت قدرت تدمر القريه زمان، وان كل اهل القريه بيكرهوها جدا. لكن بعدها بنكتشف برضو ان مينج كان قصد من الاول يخلي الحراس يهربوا المسؤول ودوت عشان يعرف مين هو اللي متحالف معاه وعاوز يقتله. وبالفعل بقى مينج بيكون شايف كل اللي بيحصل بين المسؤول ورئيس طائفة الشر السماوي. لكن في وقت ما كانوا بيتكلموا مع بعض بنلاقي ان مينج بيستخدم خاصية التخفي اللي اكتسبها جديد، وبكده محدش بيكون شايفه، وبيحط وقتها تميمة على المسؤول من غير ما ياخد باله اصلا. لكن فجأة رئيس الطائفة بيضرب المسؤول بصعقة من البرق وبتخليه يقع على الارض، فالرئيس بيفتكر ان هو مات خلاص، وبيقول له بقى كده سرك هيموت معاك يا معلم. لكن مينج بيظهر وقتها رئيس الطائفة، وكان بينهم توتر كبير جدا. فرئيس الطائفة بيقول لمينج ما توقعتش ان انا هقابلك بالسرعة دي يا معلم. بس مينج بيرد عليه بهدوء وقال له واضح كده ان انت في المستوى الاساسي مش اكتر، فيهرب دلوقتي احسن له بدل ما ياخد المعركة معاه. لكن تشوب تتدخل وبتقول لمينج ده اقوى منك بكتير يا غبي، ما تقويش قلبك كده. لكن بالله ان رئيس الطائفة بيتعصب من كلام بطننا وبيقرر يواجهه بالفعل. وبنشوف ان مينج بدأ يوجه السيوف بتاعته ناحية الرئيس، لكنه بيقدر يتفاداها بكل سهولة، وبيقول له بطريقة هو انت مش عارف تسيطر عليهم فعلا ولا ايه بالظبط؟ لكن مينج بيكتب بالسيوف في السماء كلمة المالك، وده بيخلي رئيس الطائفة بيستغرب من قدرته على التحكم دي. وبنعرف بقى ان الكلمة دي بتستدعي قتلة معينين في المكان، وبالفعل خطة بطننا بتنجح، والهالة اللي بتظهر في السماء بتجذب مقاتلين لعند مينج. والرئيس الطائفة وقتها بيفهم انه مش هيقدر يتقاتل مع مينج في وجود الناس دي بالفعل. لكن بطننا بيقول لهم بقى ان الشخص دوت من طائفة الشر السماوي، وان هو ده اللي قتل السيد الشاب، وبيقصد بالكلام دوت المسؤول اللي على الارض. لكن واحد من الرؤساء بيقول ان اللي قتل السيد الشاب مش من طائفة الشر ولا اي حاجة، وبيعرف مينج ان ممكن يكون اللي عمل كده شخص تاني، وايه الدليل بتاعه على الكلام ده. فمينج بيرد وقال له لو الشخص دوت صحي دلوقتي وقال مين اللي قتله فدوت دليل كافي جدا. فرئيس الطائفة وقتها بيضحك بشكل خبيث وبيقول ازاي حد ميت هيصحى يعني؟ فبطلنا وقتها بيتجه ناحية الميت اللي بدأ يتكلم بالفعل وكان لسه عايش، وده بفضل التميمة اللي بطلنا حطها عليه، وبنلاقي انه قام بالفعل وبيشهد ضد رئيس طائفة الشر.
فرؤساء طائفة البشر بقى بيقبضوا عليه فورا. وفي اليوم اللي بعده مينج بيكون قاعد مع اخوه، بس فجأة بيخش عليهم واحد تاني وبيعرفهم بنفسه، وبيكون اسمه وان، وجاي بقى عشان يعرف مينج على المرحلة الثالثة من الاختبار، وبيعرفهم بقرار الرؤساء لان الاختبار هيتم من خلال المنافسات على الساحة، وان المرشح اللي يقدر يظهر قوته على الساحة هيقدر يعدي المرحلة دي. وبيقول كمان ان المسابقة لسه فاضل قدامها 3 ايام عشان تبدأ، فبطلنا بيقرر انه يتدرب في الفترة دي عشان يقوي من نفسه. لكن في واحد من السجون بنشوف رئيس طائفة الشر مرمي في واحد من الزنازين، والحراس بيقولوا ان بعد انتهاء المرحلة الثالثة من المسابقة هيبعتوا المجرم دوت للحاكم. فرئيس الطائفة وقتها بيخاف وبدأ يصرخ فيهم، لكن فجأة شبح بيظهر ليه وقال له انت ادعيت ان انت رئيس طائفة الشر السماوية ودوت ليها عقاب شديد، بس بيقول له بقى ان هم هيستخدموه زي ما هو استخدمهم. وبنكتشف بقى ان الشخص دوت كان مزيف من الاول وكان مرعوب جدا، لكننا مش بنعرف مصيره هيكون ايه دلوقتي. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ان مينج بيكون داخل قصر الملكة، وبيتفاجئ الحراس بقى من جراءته وبيروحوا يبلغوا الملكة على طول. بس فجأة بتروح بقى المينج وتسأله عن سبب زيارته المرة دي، فبيقول لها انه جاي دلوقتي يطلب ان هم يعيدوا بناء القرية بعد ما طائفة الشر دمرتها. وبتقول له ان لما بيتم تدمير اي قرية بيتم نقل كل الاراضي فيها للاسرة الحاكمة تلقائيا، والمزارعين مش بيرضوا يوقعوا عقد العمل بعد كده لان دوت بيكون اشبه بالعبودية، والشعب مش هيشتغل عند اي حد سرق منه ارضه، فبيكون صعب اقناع الشعب بالرجوع والخضوع للحكومة من تاني. لكن مينج بيجتمع وقتها بكل حراس الملكة وبيطلب منهم بقى يقفوا معاه ضد الملك في الاول، فكله بيستغرب اصلا وبيكونوا خايفين كمان. لكن مينج بيقعد يقنع فيهم ويطلب منهم كمان يجيبوا ليه بعض الحراس التانيين، لكن لهم لازم يكون عندهم الجرأة على القتال معاهم. وبيوعدهم بعدها بحياة اكتر بهجة وسعادة، وبالفعل بقى بيقدر مينج يكون جيش ضخم. ويا ترى مينج هيقدر ينقذ القرية ويساعدها بالفعل؟ وكمان بقى ايه الصعوبات اللي هتواجهه بعدين؟ كل دوت هنعرفه في الحلقة الجاية. لكن طالما وصلتوا لحد هنا محدش ينسى اللايك والاشتراك يا جدعان، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.